بيبدأ الفيلم بطيارات بتطير حوالين وردة. يجي اللواء يقول للسلحفة إن القوات وصلت يا ابني، يقول له اه، ويستأذن منه ويقول له اقطع. ويجوا عشان يقطعوها، يجي حد سريع وينتشر ويجري. طبعا عارفين مين هو. وتظهر الأرنبة لولا شغالة بتبيع برفانات. يجي شخص شغال معاها يقول لها كلام محبط وتقول له إنها بتعمل البرفانات بتاعتها عندها في البيت. فتروح فجأة الجو يقلب ويبقى مغيم ومتمطر. فتوقف تاكسي، يطلع باجز يقول لها اوصلك فين؟ تقول له البيت. وتوصل في البيت تقعد تتوه ايه اللي خلفوه، تقعد ترغي معاه عبال الزحمة ما تخلص. وتشوف صورة تقول ايه الصورة دي، يقول لها باجز دي صورة بيته اللي كان عايش فيه، لحد ما السكان قلبوا انهم يبنوا ناطحة سحاب. يوصل لحد بيتها تقول له استنى عشان نسيت الفلوس فوق، اطلع اجيبها. ويقول لها اللي عادتها هيسحب. تطلع فوق تدور على الفلوس، تلاقي الفار المكسيكي بيقول لها عايز الايجار، فيدي لها نبته اللي سرقها. يقول لها ان النبته دي بتزرع كل 200 سنه فتاخدها منه. فيقعد باجز مستني العداد بقوه بيعد، ولسه الفيدراليين بيدوروا على اللي سرق النبته. فيجي واحد يقول له على عنوان اللي سرق النبته، وده السلحفاه عليه يعرفوا ان صاحبتها اسمها لولا. فيكلم سيسي للسلحفاه في خباثه شخص تمشي الغيوم، وباجز نايم ولسه لولا بتعمل البرفان بتاعها. ويظهر حد من الفدراليه بيراقبها، فترش لولا على نفسها تختفي راسها. يشوفها الراجل اللي بيراقبها يقول للفدراليين ان فيها رذاذ خفه، فيتخضوا. تنط لولا من الفرح وتغسل وشها عشان يظهر. تفتكر السواق اللي نام تحت، تنزل له يهجموا عليها بودي جارد عشان عايزين ياخدوا منها البرفان، فتهرب. وتركب التاكسي بتاع باجز يضرب عليهم نار ويجروا. يقول لها باجز هو في ايه؟ تحكي له عن كل حاجه من البرفان ساعه ما هجموا عليها من الباب. فتقول له لولا يطلع بينا على المطار، فيقول لها مش رايح اي مكان تاني. فتقول له لا، لازم اوديها البيت الزربان عشان ما حدش يسرقها. فيقول لها على سعر التوصيل انها وصلت $100. فتقول له تعالى نروح البنك اخد فلوس. فيشوفون الفيدراليين يقولوا انهم يا متجوزين او اخوات عشان نفس اسم الاب. فيدخلوا البنك، يظهر الحرامي عمال بيعمل ورق بروفا على الهجوم. يظهر على الشاشه انهم مطلوبين، فياخدها باجز ويهرب. ويشوف الحرامي الشاشه وتغيير فلوس والمكافأة، فيجري وراهم ويثبتهم يقول لهم تعالوا في عربيتي، وياخدهم في عربيته. يجي الشرطة عشان يقبضوا عليهم، يقول الحرامي ان هو عايز المكافأة انهم لقاهم. فيقول له مفيش مكافأة، دول معاهم حاجة اخبث من الفلوس بتاعت المكافأة. فيطلع بمسدس يقول لهم انا عايز 1,000,000 جنيه. يعني ايه يعني؟ ويقول لهم يا تجيبوها دلوقتي يا اضرب بالنار. يقول لهم ان ده مسدس ميه، ويرش عليهم ميه ويرد عليه بزلزال رصاص. يستخبوا تحت العربيه عشان يحمي نفسهم من الرصاص. فتتكلم لولا جوفاني تقول له عايزاه يوصل لها البرفان بتاعها لباريس عشان مش هتعرف من السفاحين. فيفتكر ان هو هيكسب شهره وفلوس من البرفان، يفكر انه يروح ياخدها ويمشي. فيستخبوا لولا وباجز في البلاعه عشان يهربوا. تفتح بالله تحط ازازه البرفان في الارض، يشوفها جيفاني يسرقها ويجري. تطلع لولا وباجز ما تشوفش الازازه، تصرخ فتجري وراها تاخدها. ياخدوها ناس ويخطفوها في العربيه. ويشوفها باجز يروح يركب تاكسي، ويظهر دافي يقول له اطلع وراها. ويوصلوا ويدخلوا هما معلقين لولا. وبيكلم سيسي للسلحفاه اللواء يقول له ان جيفاني خد البرفان وراح باريس. فيقول له اللواء اخلص عليها، ويقول لرجالته خلص عليها. بيشوفوها باجز ودافي يروحوا يساعدوها. يدخل دافي اوضه الزراير، يقعد يدوس على الزراير ويتضر باجز وينجزها باجز وتشكله لله. فيركبوا العربيه مستنيه الزحمه. شوفهم الحرامي يقول للظابط اهم شايفهم جنبينا. فشوفهم الظابط يقول باجز دافي اجري بينا بسرعه بالتاكسي. فيجري وراهم بالعربيه لحد ما يوصلوا جنينه الحيوانات. يجروا وراهم الظباط ويدوروا عليهم. يقعد دافي رايق. فيركب باجز ولولا الحنطور مش عارف اسمه ايه، ويشوفهم الحرامي وهم بيهربوا. فيفك الكلبش ويسرق العربيه ويجري وراهم ويوصلوا المطار ويدخلوا ينزلوا وراه الحرامي. شوف لولا جوفاني وهو بيحجز تذكره الطيران، فكر باجز هيركبوا الطياره ازاي. يشوف المضيفات يقول لها تعالي ورايا. فيقول الحرامي ان هو عايز تذكره. فيقول على سعرها تطلع غاليه. فيفتكر يدخل ازاي. يشوف قطه اللي ست ماسكاها ويفكر. يدخل الحكومه عشان يقبضوا عليهم ويفتشوا في المطار. فيتنكر باجز ولولا كانهم مضيفات بيراقبوا جيفاني. ويشوفوا برفان يقول لها باجز ان هو يدخل الحمام ويجيب له اكل كتير وياكله، ويخش الحمام وياخد معاه الازازه. فيجي باجز قدامه ويقول له انه لازم ياخد كل اللي معاك عشان امان الطياره. فيديله الازازه وهو خايف عليها وياخدها منه باجز. فينام ويجي الكابتن اللي سايق الطياره يقول لهم اصحوا محدش ينزل من الطياره عشان في حد هنا في الطياره هربان. فيستخبوا تحت في الشنط. تشوف الحرامي يقعدوا يتخانقوا معاه ويضربوه وتقع الازازه في الطياره تحت في الهواء. وتجري وراها رولا عشان تمسكها. تشوفها باجز ياخد شنطه اللبس وينزل وراها يمسكها، يعمل الباراشوت وينزلوا في البحر. وينزلوا الركاب من الطياره والحكومه واقفه عشان تقبض على باجز ولولا. يقول لهم جيفاني هم المضيفات راحوا فين. فيفضلوا باجز ولولا في البحر. وتيجي سفينه يطلعوا فوق. فيكلم جيفاني الراجل اللي عايز البرفان يقول له مش هينفع عشان حصلت ظروف وحاجه. فيجي الظابط يقول له تعالى معانا عشان شكلك تعرف حاجه عن لولا. فيظهر سنجابين هما سايقين السفينه رايحين على باريس. فيجرب في صاحبه البرفان ويختفي ويخاف منه. ويفرح باجز يقول لولا ان انت عملت لذاذ الخفه. وتزعل لولا ترد عليه عشان كده هما بيجروا ورايا. ويرمي صاحبه سنجاب في الميه. يظهر يعرف ان مفعول الخفه بينتهي لما تلمس الميه. فتطلع لولا بعيد زعلانه يقول لها باجز انهم هيمشوا في باريس ومتخفيين عشان محدش يشوفهم.
فتتشيك لولا وتنزل لباجز ويرشوا على نفسهم برفان ويختفوا ويروحوا باريس ويجننوا الناس. فيهجموا الحكومة عليهم عشان تقبض عليهم وتاخد البرفان، ويجي سيسي للسلحفاة يقول البرفان هو اللي ياخده، فيرمي باجز الإزازة يشمها الحرامي يمسكه هو برضك، وكلهم يظهروا وياخدوا ويتخانقوا مع بعض عشان إزازة البرفان. ويروح مكان غريب في المريخ يظهروا راجل مريخي عايز الإزازة هو كمان عشان يخفي كوكب الأرض عشان يشوف كوكب الزهرة، فيجربها تطلع تختفي ويفرح. يروح عند الجهاز عشان ينسخها يعمل ازازتين، ويجي باجز يقلبها على بعض ورقة يشوف الورقة تطلع ورقة كوتشينة ويهربوا منه ويجري وراهم ويوقفهم وياخد منهم الازازة يحطها على الجهاز عشان يرشها على الكوكب. فيضحك عليه باجز وياخد الأصلية ويديله اللي نسخها ويرشها على الكوكب ميختفيش، ويقول له عايز الأصلية، يختفي ويجروا يركبوا الصاروخ ياخد معاه جهاز التفجير فيفتكر ان ده بيفجر ويدير الراجل المريخي ويهربوا ويتفجر المكان. ويرجعوا تاني للأرض ويطلعوا من الصاروخ وينسوا الإزازة ويقولوا خلاها تروح عشان الكل يرضى وميزعلش من بعضه. وتشتهي لولا بسبب البرفان اللي عملته وتوصل لنفسها فيه وتركب لولا التاكسي مع باجز. وده كان ملخص فيلم لوني تونز رابت ران. رب يكون عجبك الملخص، متنساش اللايك للفيديو واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو ده عجبك. طبعا هيجي كل اللي انت تعرفه من صحابك او اهلك، اي حد بيحب الملخصات اعمل له شير. عايزين نوصل 1000 مشترك واستنونا في ملخص فيلم جديد بكره. لو عايزين اي ملخص تاني قولوا له في التعليقات او اعمل لكم على المنتدى سؤال. متنسوش الانستجرام. شكرا.